في هذه المسألة بشكل كبير، ولنعلم جميعنا بناء على الثلاث الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفر منه شيء وهو أن يلقى العبد ربه وقد أشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان قد يغفره الله وقد يعذب ويعاقب عليه: قيام العبد المعصية أو توبة في صراع، وهذا ما عليه الناس، وهذا الإنسان أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وديوان ثالث أوكله الله للعباد، فلا يمكن أن تخطو خطوة إلى الجنة حتى لو كنت صائما قائما إلا أن يأذن لك من ظلم أو من قتلت حقه. ولذلك الصراط مقسم لمناطق: جزء للصلاة، جزء للصوم، جزء للزكاة، جزء للحج. بعد هذا كله آخر جزء هو القنطرة التي يقف فيها الخلائق بعد آخر جزء، يعني يمر على كل الأجزاء السابقة، مصلي صائم قائم يفعل كل ما يريد من العبادات، لكن في حقوق العباد في تقصير. قال فيوقف. وكلنا يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لأصحابه فيه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام كثير، ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وخاض في عرض هذا وسفك دم هذا وغيره، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يعني بعد اجتياز هذا الأمر قد يعود الإنسان. من ضمن هذه الحقوق سداد الدين. يا إخوة، يعني أريد أن أمر في عجالة من الأمر، يعني كما نحن متعودون، يعني الخطبة قصيرة. الأولا أنه الله سبحانه وتعالى أطول آية في القرآن هي آية الدين. والعجيب لو نظرت إلى الآية التي قبلها أنها آخر آية كاملة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، نزلت قبل وفاته ب10 أيام صلى الله عليه وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بعدها جاءت آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الدين يا إخوة في عجالة الآية استعرض بعضا من أحكامها. أولا، لا بد للإنسان الذي يطلب الدين أن يكون محتاج بحق، هذا واحد. اثنين، الذي يعطي المال أو يطلب منه المال طلب منه ومنع يؤثم إن كان يعلم حاجة أخيه. نتكلم عن بعض النقاط اللي بتحدث اليوم، ايش السبب في عدم منع العطاء. ثالث شيء، لابد ان يكون هناك كاتب وشهيدين يشهدان على هذه المعامله بغض النظر عن كم المال، صغير او كبير يكتب، حتى لو كان بين اخ واخيه، حتى لو كان بين اي ناس يعني يحبون بعضهم المقربون من بعضهم البعض، لابد من الكتابة، لأن هذا الأمر هو أمر الله سبحانه وتعالى، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ويا إخوة، من أعطى ليفرج كربة من كرب مؤمن فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله لو جمعنا كرب الدنيا كلها ما تساوي معشار كربة واحدة من كرب يوم القيامة. هذه واحدة. والثاني، كلنا يذكر ذاك الحديث الذي يعني جيء برجل ليس في صحيفته عمل خير إلا شيء واحد، فأخذته الملائكة توجهه إلى النار، فقال الله سبحانه وتعالى وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بل إلى الجنة. قالوا: يا رب لم يفعل خير. قال: دعوه إنه كان يتجاوز عن المعسرين.
شخص ما بيملك، استدان، اتفق على موعد، جاء الموعد، جاء الرجل قال له والله ما استطيع ان اعطيك، قال له روح لي سمح، خلاص ما بدي منك. شوف هذا الامر قديش فضله عند الله سبحانه وتعالى. والانسان الذي ياخذ المال لابد ان يكون في نيته السداد، وان يلتزم بالموعد المتفق عليه. فاذا جاء الموعد ولا يملك لابد ان يطرق باب الدائن ويستاذن، يقول له انا بستاذنك بدي امدد فتره الدين شهر او شهرين او ثلاثه ان كنا نؤمن بالله واليوم الاخر. اطرق بابه، مش افر منه من ثاني شارع، ومش يروح له على البيت يقول له ابنه مش موجود هنا. هذه مصيبه، والمصيبه الاعظم ان يملك السداد وان يضم المال اليه. شوفوا الجرم هنا، ارتكب 3 ذنوب: ضم الى ماله مالا حراما ليس من حقه، اوقف باب الخير عند الدائن، قالوا اذا جرب هذا الامر مش هعطوا اخذ بالي. وثالث امر خالف امر الله سبحانه وتعالى وهو الاهل. اليوم يا اخوه الذمم توسعت، والذي يريد ان يبحث خلف هذه المساله فليسال المحاكم وليرى. شهادات تباع وذمم تباع بادنى عرض من عرض الدنيا. وناس يستدينون وفي نيته عدم السداد، وقالوا كثير. الآية ما ذكرت صاحب الدين أو الإنسان الدائن أن يكون ماله كثير أو قصير، تكلمت عن دين في رقبتك ستسأل عنه يوم القيامة. نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يصلي على أحد الصحابة فقال هل على صاحبكم من دين؟ فقام رجل قال يا رسول الله لي عليه كذا وكذا، فقال صلوا على صاحبكم، تعليم درس. فقام علي قال يا رسول الله أتكفل بهم، هذول عنك. مر اليوم الأول بعد ما صلى عليه رسول الله قال أسددت دين صاحبك يا علي؟ قال لا يا رسول الله. يوم يومين ثلاثة تكرر الموقف. في اليوم الثالث قال نعم يا رسول الله. قال الآن بردت بردة صاحبك في قبره. الدين صادق، حديث تقشعر منه الأبدان. الشهيد يغفر له من أول قطرة قبل ما تقع على الأرض، يغفر له كل ذنب إلا الدين. وقال البعض لو كان عودا من إراك. احنا القيمة المادية لا، القيمة المعنوية للإراك شيء عظيم، هي سنة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن شوف قديش القيمة المادية له. قد يكون عود الإراك هذا سببا في عدم دخولك الجنة مع أنك من أهل الصلاة وأهل الصوم وأهل الزكاة وأنت لا تدري. هذا الأمر يجب أن يوقف. اللي بده يشوفه يتفرج ويرى الأمر أمام عينيه، يرى دفاتر المحلات التجارية يا أخي، في بعض الدفاتر تقفل وأصحابها يستطيعون السداد. بخاف الإنسان يريد أن لا يمد فتح محل تجاري، يجب على الناس أن يساعدوه وأن يقفوا معه. هاي يقعد لي مثلا يركز ظهره على الحائط يشرب قهوه ويدخن سيجاره ويقول والله معيش ومعاي وهذا ما تجيش، هذا يعطيه وهذا يمنعه، من افضل؟ لا والله هذا الامه. وهو شيء بيجوا الناس برضه كانهم يستغلون هذا الامر فيستدينون منه. كل اللي بياخذ منه الشيء موظفين ومعهم اموال ويستطيعون السداد، ومع ذلك يماطل. ويا اخوه وكثير يعني ما بيمكن الانسان على الذريه من بعد. يعني اليوم رأينا سنة حسنة أن يقف ولي الميت أولياء الميت أو ورثته يقفون على نعش، يقول يا ناس أي إنسان له دين عند أبي عند أخي فهو عني، ومن قال فقد ألزم نفسه بهذا الأمر. والإنسان الذي يأتي يجب أن يجعل مخافة الله أمام عينيه، لأن كثير من معاملاتنا لا تكون بأوراق. يقول والله لي على مثلا 1000 دينار، يقول له طب معك اثباتات، معك ورقه قانونا قد لا يستطيع ان يدينه، يقول انا مش معك، انت معكاش ورقه او اثبات. شوف الامر. لكن بما يرضي الله جاء الرجل فتذمم بها فليأخذها، لأن تخشى على والدك. واريد ان انوه قبل ان اختم خطبتي الاولى، يعني افرحنا كثيرا يوم ان يموت اباؤنا ويتركون مالا
لابد أن ينتبه الإنسان. ويا إخوة الآباء والأمهات، أول باب من أبواب البر بعد الموت سداد الدين. البر ما انتهاش بالوالدين. وقال أهل العلم على أن البر بالأموات يكون أعظم وأبلغ من البر وهم أحياء، لأن أنت تبرهم وهم أحياء قد يكون هناك شيء في مخالط من العمل، مصلحة، شيء تأخذه منهم الأمر، ولكن عند الموت ماذا تريد منهم؟ يكون الأمر فيه إخلاص كامل لله سبحانه وتعالى في التقرب إليه والدعاء لهما. توبوا إلى الله واستغفروه كان حبيب الرحمن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل والله وأنتم موقنون بالإجابة.